السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ياسمينة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اكله يعني خفيفه وفي نفس الوقت يعني كنحضروها بسرعه وصحيه. هي شلاضه مغربيه، شلاضه ديال الزعلوك بالفلفله، كتجي زوينه بزاف. بالنسبه لهاد الشلاضه كاين اللي كيحضرها يعني بطرق مختلفه، بالنسبه لي انا غادي نحضرها لكم بطريقه صحيه. غادي نحتاجو 4 ديال الحبات ديال الفلفله اللي قطعتهم بهذا الشكل هذا. نوريكم الطريقه ديال يعني التقطيع ديالها. كناخذ هكا الفلفله، كنقطع لها هذا الراس ديالها، نقطع التحتاني، نقطعها بهذا الشكل في الوسط، كنحيد هاد الزريعه بهذا الشكل، وغادي نقطعها هكا، ومن بعد غادي نقطعها قطع هكا صغيره بهذا الشكل هذا، يعني راه مفهومه الطريقه. وغادي نحتاجو 4 ديال الحبات ديال الدنجان اللي مقطع حتى هو بهذا الشكل هذا. بالنسبه للدنجان حتى هو كنغسلوه مزيان، غنوريكم كيفاش كنقطعوا. كنحيدوا له الراس ديالو بهذا الشكل، ومن بعد كنحاولوا اننا نقطعوه شرائح. بحال دابا مثلا هذه الدنجاله غادي نقطع غادي نقشرها، ماشي غادي نقشرها كامله، يعني غادي نقشر جهه بهذا الشكل هذا، ونعاود ثاني نخلي ونولي نقطع هكا، نقشرها نفس الشيء بهذا الشكل عاوتاني. هذا هو الشكل ديالها، يعني انا ما كنقشرهاش كامله وفي نفس الوقت ما كنخليلهاش القشره ديالها كامله بهذا الشكل هذا. من بعد كنقطعها هكا قطع صغيره بهذا الشكل. هذا هو هذا القياس هذا. غادي نحتاجو كما سبق لي وذكرت 4 الحبات ديال الفلفله، 4 ديال الحبات ديال الدنجال. عندي هنايا ربيطه ديال القزبر والمعدنوس، تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار. عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال المطيشه حتى هما مقطعين قطع صغيره. عندي معلقه ديال الكمون، معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال الفلفل الاحمر اولا بابريكا. الملح بطبيعه الحال كيبقى على حسب الذوق. 3 الفصوصه ديال الثومه، بالنسبه للثومه اللي ما كتعجبوش كيدير غير فص واحد، ومعلقه صغيره ديال الهريسه، والهريسه كتبقى اختياريه حتى هي، اللي ما كتعجبوش ما يديرهاش. وغادي نحتاجو زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون الا كانت عندك زيت الزيتون خفيفه شويه كيمكننا نستعملوا غير زيت الزيتون بوحديته، تقريبا واحد نص كاس. الا كانت عندك زيت الزيتون يعني بعد النوبات كتكون زيت الزيتون يعني مجهده بزاف، كنخلطوها، كنديروا يعني نص ديال زيت الزيتون ونص ديال زيت نباتيه اولا زيت المائده. غادي نحتاجو نصف كاس. نبداو على بركه الله. دابا هنايا في الكسكس بالنسبه اول حاجه البرمه كنديروها فوق النار يعني تغلي لي. غادي ناخذ الكسكس. بالنسبه لهاد الطريقه انا كنصوبها للدنجان اولا للزعلوك، كتجي صحيه، يعني ما كنقليش انا الدنجان في الزيت. هاد الطريقه كتجي صحيه. غادي ناخذوا الكسكس، غادي نديروا الفلفله. بالنسبه من الافضل نديروا الفلفله هي الطبقه الاولى باش دغيا كطيب لنا، لانه كتعطل لنا شويه الفلفله في الطياب. من بعد غادي ناخذ الدنجال وغنديرو من الفوق. غناخذ هذا الربطه ديال القزبر والمعدنوس حتى هي غادي نضيفها. وغادي ناخذ هاد 3 ديال الفصوص ديال الثومه وغادي نحطهم هكا في الجانب. غادي نغطي الكسكس ديالي وغادي نديرو يعني فوق البرمه حتى غادي يطيب ليه هاد الدنجان مزيان، يعني باش نعرفوه طاب. كنحاديو هكا في الدنجان كنلقاوه يعني طايب، اولا كندخلو فيه السكين كيبان لنا طايب. وداك الساعات ان شاء الله نتلاقاو باش نكملوا تحضير الدنجان ديالنا. دابا الدنجان والفلفله من بعد ما طابوا كناخذ المقله كنديرها فوق البوطه. كنضيف القليل من زيت الزيتون، تقريبا واحد نص كاس. غادي نضيف مطيشه اللي مقطعه قطع صغيره. غناخذ داك الثومه اللي درتها تفورت مع الدنجان والفلفله. بهذا الشكل.
غادي نضيف الكمون، غادي نضيف الفلفل الحمراء اولا البابريكا، الملح، وغنضيف هاد معلقه صغيره ديال الهريسه. اللي ما عندهاش الهريسه كيمكن لها تعوضها بالفلفل بالسودانيه اولا الفلفل الحار. وغنخلي هاد المطيشه هادي حتى غتقلى لي مزيان وطيب. عاد غادي نضيف لها الدنجال. دابا المطيشه ديالي من بعد ما خليتها طابت وتقلات لي، غادي ناخذ داك الزعلوك اولا داك الدنجان والفلفله وغادي نضيفهم لهاد المطيشه. ومن بعد غادي نخلي هاد الدنجان وهاد الفلفله غادي نخلطهم مع هاد المطيشه مزيان، وغادي نخليهم يتقلاو لي مع هاد المطيشه حتى هاد الدنجان وهاد الفلفله ينشفوا لي كاع من الماء، ما يبقاش فيهم الماء، ويتقلاو لي مزيان. وهما كيطيبوا انا يعني بالمعلقه ولا بمغرف هكا كنحاول انني نضغط عليها باش تخلط لي مزيان مع مطيشه بهذا الشكل. وغادي نخليها حتى تقلى لي مزيان تنشف لي من الماء. تقريبا كتاخذ واحد 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه. ومن بعد ان شاء الله غادي نقدمها لكم وتشوفوا الشكل النهائي ديالها كيف كيجي. انا غادي نستمر بهذا الشكل حتى تقلى لي مزيان. هذا هو الشكل النهائي ديال الزعلوك ديال الدنجان والفلفله اللي قدمت لكم اليوم بطريقه صحيه. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا معي في القناه ديالي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو باش توصلوا ان شاء الله بالجديد، ونلتقي في وصفه جديده والى اللقاء.